صباح الخير وصباح العافية وصباح الجمال على عيون كل متابعيني وعلى كل أهلنا وناسنا أجمعين يا رب. شلونكم شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير وانتم تشوفون هذا الفيديو. وقبل أن نبلش بسوالفنا وقبل أن نبلش بروتيننا نبدي يومنا بصلاة على محمد وآل بيت محمد حتى يكون يومنا مليان نشاط وفعاليات تجنن، وأهم شي تكون البركة بيومنا. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. بآخر فترة وآخر فيديوهات اللي نزلتها لكم بخصوص رمضان اللي هن روتين يومي، وشاركت وياكم سحور وفطور وكذا، فأغلب المتابعين حبوا فقرة يبقى الفيديو على صوته، يعني بدون ما أني أحكي، وحتى بدون لطمية يردون الفيديو، يعني يبقى الفيديو على صوت الطاق والطيق والتش مال التقلاء. وأكثر من فيديو نزلته لكم بدون لطمية وبدون صوتي، وحسيتكم حبيتوا هاي الفقرة. وصراحةً أني همين حبيت هيجي فقرة تكون بدون لطمية بدون صوتي، وفعلاً ومثل ما قلتوا صدق يعني الفيديوهات اللي تكون على طبيعيتها على الصوت الحقيقي اللي موجود فعلاً يعني يكون فيديوهات حلوة قمة الروعة، فيديوهات تكون هادئة، بالأخص اللي هي فقرة السحور. فقرة السحور بس أني وبجنة قاعدين، والفيديوهات اللي أنزلها لكم بس صوت المواعين وصوت التقلاء، وفعلاً يعني فيديوهات يعني شوية تسوي طاقة وواهس. على طار السحور هواية جتني أسئلة من خلال التعليقات يقولون مجنة ليش تسحرون من وقت؟ وللعلم يعني أني أكثر من مرة حكيت لكم على هذا الموضوع. المهم ليش نتسحر من وقت؟ لأن حتى نقعد من وقت. مرات نتسحر الساعة ب12 ومرات نتسحر الساعة بالوحدة، لأن اثنيناتهم أكثر الأوقات اللي إحنا من بدأ رمضان لحد الآن نتسحر بهيج وقت. أنا بالنسبة لي أنوم الجهال الساعة ب10:30 ومرات أنسى الساعة فتصير الساعة ب11، أنومهم لحد تقريبا الساعة ب12 هم مقفلين ونايمين، يجوا بجنة الساعة ب12 ونبلش نسوي السحور أنا وياه، وأصور لكم وأنزل لكم فيديوهات. نكمل السحور نصلي صلاة الليل واللي في راسنا وننام، نوقت الموبايل قبل الأذان ب10 دقائق حتى نشرب مي وهم نصلي وهم راح نرجع ننام. إحنا بهاي الحالة إحنا شبعانين نوم، ونومنا كلش يكون كافي. إحنا مو من نوع يعني نبقى سهرانين لل5 لل6 لل7، لا يعني إحنا ننام من وقت، لأن أول شي وبجنة يقعد الصبح عنده شغل، وهمين البنات عندهم دوام صباحي همين لازم أقعد وياهم أني بكل طاقة ونشاط، وإذا كان دوامهم ظهري همين لازم أقعد الساعة ب10 همين أسوي لهم ريوق أبدللهم أمشطلهم، وهكذا يكون يومنا يمر بكل طاقة ونشاط. المهم يا حلوات صراحة أني كلش هواي مشتاقة لكم والله العظيم، أكلتكم وشربتكم من بداية الفيديو لحد الآن لين هواي مشتاقة لكم. المهم سولفوني عنكم شلونكم، إن شاء الله تكونون بخير، إيش صار وياكم بهاي الأيام، شكو ماكو، إن شاء الله تكونون بخير. شلونكم ويا الأمطار؟ هم عندكم أمطار؟ إحنا هنا ببغداد أمطار مو طبيعية، صارها يومين تمطر، بالأخص البارحة بالليل أصلاً ما وقفت. ما شاء الله تبارك الرحمن الأجواء تجنن. شلون أجواءكم يومكم؟ حارة باردة مطر طين شلونكم؟ تعال أنا قلت صدق يا معودات خلص رمضان ما بقى له شي بس 4 أيام للعيد. والله العظيم أصلا أنا كنت أصلا ما متحسبة للعيد ولا عبالي، يعني خلص رمضان ما بقى له شي.
عافية رمضان يطب منا ويطلع منا، ما نحس بأيام رمضان ولا نشبع من رمضان، صراحةً يعني أيام حلوة، أيام مباركة، أيام فضيلة، أيام نتقرب أكثر لرب العالمين، الحمد لله والشكر لأن عندنا هذا الشهر فضيل يكون موجود عندنا، الحمد لله والشكر من يكون إحنا نكون ملتزمين بهذا الشهر، ألف الحمد لله والشكر. سولفوا لي قولوا لي شلونكم ويا رمضان؟ منو صام؟ منو ما صام؟ منو تحمل؟ منو ما تحمل؟ بس ما شاء الله يعني الأجواء باردة فماكو إن شاء الله لا عطش لا جوع لا أحد فاطر، الحمد لله والشكر. بس سولفولي شنو الأحداث اللي صارت بهذا رمضان وياكم؟ وبما إنه ما بقى شي للعيد بس 4 أيام، اشتريتوا ملابس للعيد أنتم لو بعدكم؟ بنات كتبوا لي من خلال التعليقات ومجينا نريد فيديو بخصوص الملابس مال العيد اللي اشتريتها للجهال، حتى بلكي ناخذ من عندك كم فكرة، وأصلاً إحنا متعودين عليك تنزلين كل مرة ملابس العيد. وفعلاً أنا يعني طبعاً اشتريت ملابس للجهال قبل كم يوم، وعمتي همين جابت لهم، وإن شاء الله يعني أنزل لكم فيديو بخصوص ملابس العيد، يعني يكون هيك فيديو سريع لطيف خفيف وهمين يكون يلوق إلكم. المهم يا حلوات، صراحةً أنا بهنا بقيت حايرة شو اشتري ملابس صيفية لو شتائية، هنا شو حالياً جاي تمطر والدنيا باردة والعيد ما بقى له شي، شو راح نشتري؟ لو شو راح نلبسهم صيفي لو شتائي؟ أنا بالنسبة لي خلي أقولكم إياها من هسه، اشتريت لهم ملابس صيفية لين ما بقى له شي الصيف، وبالنسبة لي يبرد بالعيد ألبسه قمصلة أطقه بقمصلة وفضت راحت. المهم يا حلوات خلي أحكيكم عن فيديو اليوم شوية، مثل ما شفتوا بداية الفيديو وشاركت لكم فيديو اليوم من فقرة السحور، وكالعادة فيديو لطيف وعفوي وبسيط بنفس الوقت، فيديو روتين يومي كالمعتاد اللي يمر علينا يوميا. المهم اجى ابو جنة من السوق وجايب وياه السمك، فقلت خليه اغسل السمكة واخليها على صفحة وانا اشوف ايش عندي. ما عندي وجبة ملابس غسلتها وشريتها على المشر، وهمين عندي وجبة ملابس مثل ما شفتوا طلعتها من المشر وخليتهن على التخوم لين ان شاء الله يوم بالليل اقعد اصفطهم لين كمية كلش هواية. طيب بدي بس جنة شكرا خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم يا حلوات كنست البيت عزلته لملمته، تعرفون بعد البيت انتم هواي راد له شغلات هواي راد له ترتيبات، ما دام بيه جهال يعني هواي راح يتهوس او هواي يتهوس بنفس الوقت. المهم بقيت ألملم بيه منه لحد فقرة الفطور اللي هي بلشنا بيها انا وبجنة من الساعة 4:30. أبو جنة جاب وياه صاحب الحداد وسوانا الباب شوية مال الرمادة ما أعرف إذا كان اسمها صحيح، المهم هي الرمادة مال الباب مكسورة، لحمها وسواها، وبنفس الوقت صعدوا للتانكي همين خلوا الطوافة لين مال الطوافة لين الطوافة مال التانكي مكسورة، وبعدين سوونا الشواية همين سووا حديد وحركات مال الشوي وكذا، صارت كلش حلوة وهمين خلالها حديد حتى يشوي براحته، وهمين سيجها داير ما داير وبطريقة وبدربه قصقص خشب وهمين خلاه على صفحة، يعني أبو جنة هنا راح يفتح لنا شواية أو محل مال شوي وكذا، أبو جنة يحب هيك اختصاص يعني مال شوي وكذا. المهم قصقص خشب وخلاها على صفحة وحضر الشواية وسوانا الحديقة، فأنا قلت لهم يوم أبو جنة خطية كلش تعب وحتى راسه خطية قام يوجعه. المهم من بعد ما شفت أبو جنة أخذ السمكة وبدأ يشوي، أنا هنا همين دخلت للمطبخ من 4:30 لحد الساعة 6:15 الفطور جاهز وحاضر، وللعلم يعني أنا كل شي ما عندي، بس ما أعرف يعني الوقت يمشي سريع والجهال منا والطبخ منا وكذا، ومثل ما قلت لكم أنا ما أصلا ما طبخت. تمن مال البارحة قال أبو جنة تسوين تمن لين السمكة كبيرة وقال لنا راح ناكل بخبز، فتمن لسوين بس مال البارحة حمينا إياه. فعلا أنا طلعت التمن وخليته على صفحة وبعدين حميته بآخر الربع ساعة حميته
وسويت شوربة على قدنا، يعني على قد طاستين وتبقى أصلا من الطاستين. وبعدين بلشت أبدي بالنمنميات السفرة اللي هي المقبلات والزلايط والطرش وهذا السوالف. يعني هنا سويت هنا سويت سلطة الشونذر كلش طيبة وكلش حبها وبجنة. فهنا أنا سويتها بدون جرجير لأن ما كان عندنا أصلا جرجير، فسويتها بدون جرجير مجرد ما بس شونذر ودبس الرمان وعصرة ليمون، يمكن حتى ليمون ما حطيت لأن ما كان عندنا، بس هم عادي كلش طيبة وتطلع تخبل. وبعدين هنا أنا بديت أحضر بالنمنميات وياكم. إذا لاحظتم من بداية الفيديو لحد الآن اليوزر مال الانستا مالتي موجود بالفيديو. فعلا أنا خليته متقصدة، خليته من بداية الفيديو لحد الآن لأن أغلب المتابعات يردن اليوزر مال الانستا مالتي، فهواي متابعات يردون حساب الانستا. فهياته هذا قدامكم مجنة 930، تقدرون تبحثونه وتتابعوني. وصراحة هناك النشر يكون باليوتيوب، العفو النشر بالانستغرام كله ترندات وفيديوهات تكون أول بأول. يعني فهناك النشر يكون أول بأول من خلال يعني الستوريات الريلزات الترندات همين كلش حلوة. هناك يكون أكثر شي متفاعلة. لا وإنما يعني اليوتيوب والإنستغرام نفس الشي. صراحة اليوتيوب أكثر أتفاعل عليه وأكثر أنزلكم فيديوهات شورتس أول بأول صراحة. يعني بالنسبة للإنستا أنا أقولكم من أقلب بها، من أشوف ترندات، من أشوف أحتاج ستوري شوية أنزله هناك. بس صراحة يعني أنا اثنيناتهم متفاعلة بيهم، لا أقولكم لا منا ولا منا. أريدكم متابعين اليوتيوب تجون على الإنستغرام كلش حلوة هناك. المهم هذا اليوزر قدامكم، تابعوني وتعالوا لي وكتبوا لي مجنة جينات من اليوتيوب حتى أعرفكم بين أنتم جماعتي. وهنا كانت تكمل سمشتنا الحبيبة ما شاء الله تبارك الرحمن، الشوي ولا غلطة والطعم والنكهة همين ولا غلطة. بس شقلكم والله العاشت إيده لو جنة كلش طيبة، عبنا سواها من كل قلبه. بس هي مو المشكلة اللي غسلها هم إلى دور، مو صح بنات؟ اللي غسلها اللي ملحها اللي خلاها بالسوباية هم إلى دور. يعني عاشت إيد أني، يعني أنا همين أكثر شي سويتها. أشهد أن
المهم يا حلوات، من بعد ما كملنا فطور شي أكيد يعني سهمنا وسهمكم ألف عافية، وإن شاء الله يكون صيام مقبول وإفطار شهي للجميع. كملنا فطور، غسلت المواعين ورجعت نظفت البيت وبخرته وعطرته وصليت وتابعت مسلسلتي، وبعدين جيت هنا قلت خلي أسوي حلويات بسيطة ولطيفة وياكم. شاركت لكم بس المقاطع السريعة. المهم هنا سويت حلويات ما أعرف شنو اسمها بس هي كلش طيبة. هنا صبيت له وجنة أخذ وياه راح للشغل، وبعدين صبيت للبنات وهمي قعدنا شوية قريت البنات منا خلص يومنا وصارت الساعة ب10:30 وبلشت نومت الجهال، وهكذا يمر يومنا وينعاد علينا يومنا كل يومية. جيتوا تفهموني؟ أي. المهم لهنا وصلت لنهاية الفيديو، أتمنى الفيديو ينال رضاكم وينال إعجابكم بنفس الوقت. أشوفكم بفيديو جديد، مع ألف سلامة، أحبكم كلش هواية. باي باي.